الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن اف 4. ايه موضوع اف 4؟ اف 4 ده زرار موجود في الكيبورد، لكن ليه استخدام في الاكسل مهم جدا، ولازم تبقى عارفه طالما انت بتستخدم الاكسل او شغال على الاكسل، لان الموضوع دوت بيوفر لك وقت ومجهود كبير جدا، وبيتفادى اخطاء ممكن تقع فيها بسهولة. لكن ايه مهام الزرار ده او بيتكلم عن ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف الموضوع معانا. دلوقتي ده مثال معانا كده، ان في موظف والمستهدف بتاعه في الربع الاول والربع التاني والربع التالت. المفروض ان المستهدف بتاعه يبقى في الربع الاول اضرب ال100,000 دي في ال15%، وفي الربع التاني ال100,000 في ال20%، وهكذا. طب انا لو جيت هنا عملت كده، لو جيت هنا قلت بيساوي ده في 15%، وخدت المعادلة ديت عشان تمشي كده معايا، هلاقي المعادلات مش ظابطة، لان ده كده خد اللي وراه مشي، خد الخلية اللي بعديها وضرب في الخلية اللي بعديها، ونفس الموضوع. طب انا في اتفادى الخطأ ده ازاي؟ المفروض ان انا اف 4 هنا دورها هيجي معانا ان اف 4 هي دالة تثبيت الخلايا، هي بتقوم بمهمة تثبيت الخلايا، وليها 3 مهام: تثبيت الخلية، او تثبيت الصف، او تثبيت العمود. ازاي الكلام ده؟ لو جيت هنا قلت مثلا يساوي ودوست هنا، انا دي 4 اول حاجة بس عشان نبقى فاهمين. لو دوست هنا كده اف 4، هلاقي علامة الدولار ساين قبل الدي، وقبل الدي اللي هو العمود، وقبل الصف اللي هو رقم 4. ده بيقول لي ان انا هثبت الخلية اللي هي ال100,000 دي، هثبتها على طول، يعني هثبت الخلية كلها. طيب انا هنا لو ثبت الخلية ديت هتفضل ثابتة معايا، هتفضل ثابتة معايا في لو مشيت كده، وهتفضل ثابتة معايا لو نزلت تحت. تمام؟ فانا مش محتاج كده، انا محتاج ان انا اثبت العمود وما ثبتش الصف، لان انا محتاج انزل بصف. فهشيل من هنا كده علامة الدولار، وهقول فيه. طيب انا عايز اضرب في النسبة ديت، تمام، وبرضو انزل بيها لتحت. فلما اعمل كده، ولو دوست اف 4 هنا كده، هدوس اف 4 تاني، قال لي ان هي هيثبت لك. يعني انا كده دلوقتي ثبت العمود، وهنا في النسبة ثبت الصف. ليه؟ العمود انا همشي بيه، انا عايز اضرب ال100,000 في ال4 نسب، وعايز اضرب ال15% في المستهدف وانا نازل تحت. فلو جيت عملت اوكي، وجيت هنا سحبت المعادلة بتاعتي كده وخدتها لتحت، تعالوا نشوف النسبة الصح. ال100,000 في 15% عاملين 15,000، ال100,000 في ال20% عاملين 20,000، ال100,000 في ال25% عاملين 25,000، وهكذا. لو جيت هنا ال150,000 في ال15% عاملين 22.5، مظبوط. 150,000 عاملين في ال20% 30,000. هلاقي ان الدنيا ماشية مظبوط، ده في ده. لو جيت عملت ده كده هلاقي ده في ده، لو جيت عملت كده هلاقي ده في ده. يبقى انا ثبت العمود وثبت الصف. يبقى اف 4 في تثبيت الخلية، وفي تثبيت الصف، وفي تثبيت العمود. تثبيت الخلية بحط علامة الدولار ساين قبل العمود، وعلامة الدولار ساين قبل الصف. لو عايز اثبت العمود بحط علامة الدولار قبل العمود، زي ما ثبت هنا كده. ده كده حطيت العلامة بتاعت الدولار ساين قبل العمود، وحطيت وثبت الصف، حطيت العلامة قبل الصف. طيب هل اف 4 ده استخدامها الوحيد؟ لا، اف 4 برضو بتعمل حاجة مهمة جدا. لو جيت هنا مثلا على الخلية دي كده، ورحت جاي هنا عامل مثلا ايه، اسود كده، تمام؟ لو انت اسود، لو جيت هنا ودوست اف 4 هيلاقي لي اسود. اف 4 اسود. بتاخد اخر حركة انت عملتها وبتعمل زيها. لو انت يعني انت لو جيت هنا مثلا قلت هنا مثلا هزود عمود انسيرت، لو جيت هنا دوست اف 4 هتلاقيه بيزود. تمام؟ لو جيت هنا في الصف مثلا قلت انسيرت،
هدوس F4. نفس الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان هي بتعمل اخر حاجة انت بتعملها، بحيث ان انت مثلا لو هتزود صف عاوز تعمل حاجة او تعمل تكرر عملية معينة، اخر عملية انت عملتها ممكن تدوس F4. يعني مثلا لو جيت هنا خدت دي مثلا كوبي، عملت هنا بيست، جيت هنا عملت دوست F4، هتعمل بيست. بس البيست بقى بتعمل مرة واحدة، يعني الكوبي بيست بتعمل F4 بيفهم ان انت عايز تعمل بيست تاني، لكن مش بيعملها كذا مرة، يعني بيعملها مرة مرتين بس او مرة واحدة يعني. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، اللي هو F4. ما ينفعش تكون شغال على الاكسل او تستخدم الاكسل وما تعرفش F4 تفاصيلها ايه وقصة تثبيت الخلية. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.